الجو البرد ده عايز سينابون. بالنسبة للحلويات الأحن على الإطلاق، حلويات حنينة جدا وأنا بحبها. هنعمل الأول معجون دقيق، ده حوالي نص كوباية مية عليهم 3 معالق كبيرة دقيق. هنقلبهم نرفعهم على النار لحد ما يعملوا عجينة متماسكة ونسيبها تبرد. نختبر الخميرة الأول. هنحط ربع كوباية مية دافية على معلقة صغيرة سكر على باكو خميرة حوالي 10 جرام. لما تتضاعف الخميرة كده نحطها على حوالي 4 كوبايات وربع دقيق. وبعد كده هنحط بيضة، بيضتين، عليهم ربع كوباية سكر، عليهم نص كوباية باتر ميلك ده اللي هو نص كوباية لبن عليها معلقة خل صغيرة، بيتحول باتر ميلك، ده اللي انا عاملاه دلوقتي. اهم حاجة في الوصفة دي ان كل مكونات الوصفة تبقى طالعة بره التلاجة قبل ما نشتغل، لازم تبقى بدرجة حرارة الغرفة. الزبدة، البيض، الجبنة الكريمي، اي حاجة بتبقى لازم بدرجة حرارة الغرفة عشان الخميرة تشتغل. هنعجنها حلو الاول وبعد كده بقى نضيف معجون الدقيق. نفضل نعجنها لحد ما تكون عجينة ناعمة تكون بتلزق في الايد شوية، لازم تكون بتلزق عشان متبقاش ناشفة بعد كده. هندهنها زيت ونسيبها تختمر في مكان دافي، يعني بتختمر حوالي ساعتين لان هي العجينة فيها بيض وخميرة فبتاخد وقت على ما تختمر. مكونات حشوة العجينة دي هكتبها لكم تحت الفيديو. اهم حاجة زي ما قلت لكم يبقى كل المكونات في درجة حرارة الغرفة. سكر البني استبدلته بسكر ابيض عادي عليه عسل. الاهم حاجه في الصوص الابيض، انا عملت هنا غلطتين. انا دي مش اول مره اعمل سينابون، تقريبا دي 7 أو 8 مرة اعمل فيها سينابون. استخدمت فيه نوع زبده انا ما كنتش استخدمتها قبل كده في حلويات. انا استخدمت في الوصفه دي نوعين زبده. نوع زبده حلو انا بجربها قبل كده اللي هي المراعي دي، استخدمتها في العجينه كانت كويسه جدا معايا. النوع التاني ده للاسف كان فيه شويه ميه زياده فحبب الصوص الابيض. هو كان طعمه حلو، يمكن كان احلى مره اعمل فيها صوص ابيض، بس الصوص حبب. وكمان زودت لبن قوي يعني انا المفروض انك انت بتزود حوالي معلقه او معلقتين على الصوص وانت بتضربه علشان يبقى حلو معاك قوامه حلو. انا زودته قوي فما تزودوش لبن اول ما تضربوا الصوص الابيض لانه سال مني، لكن غير كده كان طعمه حلو. ده بس خطأ يعني حبيت انوه عنه عشان محدش يقع فيه. هنا دهنت فردت العجينة سمك يعني حوالي 43 سنتي 43 سنتي. فردتها حلو، بس اهم حاجة يكون السطح مدهون دقيق حلو. بعد كده حطيت الطبقة اللي هي الحشوة، فردتها بالنشابة حلو على العجينة عشان تبقى ماسكة على العجين. اهم حاجة واحنا بنلم العجينة نلمها بالراحة خالص لانها تبقى عجينة طرية. انا بقطعها قطع متساوية بحيث ان يبقى شكلها بس حلو في الصينية. اهم حاجة بس وانتوا بتقطعوها قطعوها بالراحة، تبقى عجينة لينة جدا، فقطعوها بالراحة عشان ما يحصلش حاجة. قطعتها بخيط سنان، وقفلوا طروف العجينة قصاد بعض في الصينية بحيث ان هي ما تتفتحش منكم، وسيبوا مسافات حلوة ما بين كل قطعة والتانية. ادهنوا الصينية بس حلو وحطوا وسيبوا مسافات. انا عاملة الوصفة دي بطريقة اي حقيقي، يعني دي مش اول مرة اعملها وراها، صراحة جميلة جدا واحلى من من بتاعت بره بكتير. انا بقالي كتير ما اكلتش سينابون من بره. سيبوا العجينة بقى تختمر تاني لمدة ساعة في مكان دافي وعلى درجة حرارة 180 حوالي 25 دقيقة بالظبط في الفرن. متاخدش وقت، ولعوا عليها بس من تحت وهي كده هتحمر من فوق. واول ما تطلع على طول حطوا عليها الصوص الابيض وحطوا عليها الكراميل. هكتب لكم مقادير الصوص الابيض ومقادير الحشوة تحت الفيديو. جميلة جدا، بتخلي ريحة البيت تحفة. انا اصلا بحب الوصفة عشان بتخلي ريحة البيت كده قرفة وكاكاو وكراميل وصوص كده، ريحة البيت بيبقى خطيرة. اهم حاجه ما تستعجلوش العجينه، سيبوها تخمر براحتها تاخد وقتها. هو بياخد وقت الصراحه، يعني بياخد مثلا حوالي 3 4 ساعات، بس سيبوها. شوف العجينه ما شاء الله طريه لدرجه انها بتقطع لوحدها وهشه جدا من جوه وحلوه قوي.